السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى مع بعض نشوف عروض هايبر لحاجة رمضان. هعمل لكم 2 فيديو. أول فيديو هيكون عن اليميش بتاع رمضان، وتاني فيديو عن الخزين بتاع البيت أو البقالة بتاعة البيت. هقول لكم ايه العروض اللي موجودة. وقبل ما أبدأ الفيديو بقى، عشان أخد مني وقت كتير في التصوير والمونتاج، ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروه لأصحابكم عشان تعرفوهم العروض اللي موجودة. تعالوا بقى نبدأ بقمر الدين. وزي ما قلت لكم قمر الدين موجود انواع كتير قوي. هنبدأ بأول نوع اللي هو توليدو ده، وده وزنه 400 جرام. القمر الدين شفاف وطري، وكان سعره 80 جنيه. اللي اتفاجئت بيه بقى كمان ان كان في قمر الدين بالجوافة، والسنة اللي فاتت كانوا منزلين قمر الدين بالمانجا، والسنة دي بالجوافة. قمر الدين اللي هو بدر الدين، برضو 400 جرام ولونه شفاف، يعني لونه فاتح كده وحلو، ووزنه 400 جرام ب75 جنيه. كمان في قمر الدين اللي هو زمردة، وده 400 جرام وبرضو سعره 60 جنيه، وما شاء الله فيه كميات من كل حاجة. بالنسبة بقى للزبيب، فهم عاملين أكياس صغيرة كده للناس اللي هتاخد الشنط بتاعة رمضان. الكيس 150 جرام ب35 جنيه تقريبا. كمان في أكياس بتبقى أكبر منه شوية، بتبقى 250 جرام تقريبا، يعني ربع كيلو في كيس الزبيب، وده سعره ب54 جنيه 95 قرش. وكمان عاملين أكياس صغيرة من القراصية، وزن الكيس 200 جرام والحجم من 40 ل 50، 62 جنيه ونص. والأكياس دي بتبقى مناسبة جدا طبعا لشنط رمضان. بالنسبة للمشمشية، فده كيس 200 جرام وسعره 175 جنيه. ده ما كانش فيه منه كميات كتيرة، بس اعتقد ان هم يعني بيحطوا تاني. ده بقى تين اسباني مجفف، اسمه مكتوب عليه كده، وده ب115 جنيه الباكت اللي هي دي، بس هو حسيته غامق شوية، في انواع تانية احسن. البلح الناشف من هايبر ب86 جنيه ونص. والبلحة دي كانت عجباني جدا، يعني تحسوها بلحة ملحمة كده وحلوة وكبيرة. هم عاملين يعني علب كده مليانها وزنها تقريبا كيلو. بالنسبة للفستق، فهم عاملين برضو أكياس كده صغيرة، والوزن بتاعها ده 125 جرام وسعرها 120 جنيه. وده الفستق اللي هو بالقشر. كمان اللوز اللي هو المتقطع صغير، مقشر ومقطع زي الصنوبر كده، عاملينه برضو باكت. السعر بتاعه 150 جنيه ووزنه 200 جرام. ده بيبقى مع الكبسات بقى والرز البسمتي والحاجات دي، بيبقى حلو قوي. كمان اللوز المملح برضو في باكت كده مقفول، وده بيكون وزنه 250 جرام وسعره 165 جنيه، وبرضو نفس الماركة اللي هي النخيل. في بقى بلح اسمه البارون، بلح سكوتي، وده شكل البلحية كده من جوه. الكيس ده كده بيبقى كيس جاهز موزون كيلو، وسعره 38 جنيه. برضو ده للناس اللي هي حابة تعمل الشنط بتاعة رمضان، أو حتى تاخدوه للبيت. هو البلح بتاعهم بيبقى حلو قوي. كمان بالنسبة للتمر الهندي، التمر الهندي بتاع سامو أبو عوف، ده سعره 350 60 جنيه ووزنه 350 جرام. تعالوا بقى نشوف أنواع تانية. برضو بالنسبة للسوداني، عاملين برضو أكياس جاهزة كده للشنط بتاعة رمضان، وزنها 400 جرام وسعرها 68 جنيه، أو حتى نستخدمه في البيت برضو، فالأسعار كويسة. بالنسبة كمان لجوز الهند المبشور، في نوع اسمه البارون 125 جرام وسعره 22 جنيه. الجوز الهند بقى بتاع الهايبر نفسه بتاع توب فاليو، وده وزنه 250 جرام وسعره 75 جنيه. كمان في نوع بلح تاني اسمه مريم، حاولت كده اجيب لكم شكل البلحة من الكيس، وده برضو موزون كيلو جاهز كده، وده سعره تقريبا 23 جنيه ونص، واسمه مريم او الشمية. برضو ما شاء الله فيه منه كميات كبيرة. التين بقى المجفف، النوع ده برضو فاتح وحلو وعجبني، احلى من النوع اللي انا كنت صورته لكم في الاول. وده سعره 125 جنيه، وزنه 250 جرام، واسمه شعلان. التمر الهندي كمان في نوع اسمه البارون، وده ب 52 جنيه او 53 جنيه ووزنه 300 جرام. تعالوا بقى نروح للكركديه.
ده الكركديه بتاع النخيل، نفس ماركة المكسرات اللي كانت معمولة، وزنه 200 جرام وسعره 35 جنيه، سعره ممتاز. كمان في أكياس تانية اسمها القافلة، برضو ده كركديه بس حسيته مكسر شوية، وده 200 جرام وسعره 40 جنيه. يعني حسيت اللي في الباكت المقفولة اللي هو النخيل ده أحلى. كمان بالنسبة للعين الجمل، في أكياس كده جاهزة وزنها 150 جرام وب120 جنيه. اللوز برضو نفس الحكاية، بس ده اللوز الحلو الني اللي هو مش مملح، وده وزنه 150 جرام ب110 جنيه. حلوة فكرة الأكياس الصغيرة اللي هم عاملينها دي لو حد مش عايز يشتري كميات كبيرة. بالنسبة للوز اللي هو الحصى، الربع كيلو ب100 جنيه. وده كده بقى اللي هو الناس اللي بتحب تقشر بنفسها المكسرات. عين الجمل نفس الحكاية، في منه اللي هو مش مقشر، وده الربع كيلو ب75 جنيه. فحابين تجيبوا ده هتلاقوه موجود، حابين تجيبوا ده هتلاقوه موجود، وكله طبعا في أكياس مغلفة كده ونضيفة. البندق ده ب150 جنيه، 150 جرام ب155 جنيه، وما شاء الله برضو فيه كميات. البندق اللي هو بالقشر بتاعه، ده كيس مغلف برضو هتلاقوه وزنه ربع كيلو ب120 جنيه. حابين تجيبوا ده هاتوه، حابين تجيبوا ده هاتوه. حابين تعملوا بقى ده في شنط رمضان، حابين تجيبوه لنفسكم، ما شاء الله كل حاجة موجودة. تعالوا بقى نروح للدوم. انا كده بقول لكم كل الحاجات الاول اللي هي بتاعه رمضان. 300 جرام وسعره 54 جنيه، اللي هو اسمه حراز. كمان الخروب بتاع ابو عوف برضو 300 جرام الكيس، وده ب75 جنيه وبرضو مغلف. ده كده شكله. بالنسبة للكركديه، في كمان كركديه توليدو عامل منتجات كتير قوي السنة دي، وده الكيس وزنه 250 جرام ب 75 جنيه، 95 قرش. العرق سوس، في عرق سوس شيخ العطارين، وده نص كيلو ب75 جنيه. كمان في خروب مجروش، ده نوعه حراس برضو تقريبا، ودوت سعره، ايوه هو حراز 400 جرام ب53 جنيه ونص. انتوا بقى فضلوا الاسعار وشوفوا، يعني قبل ما تروحوا خليكوا عارفين انتوا هتبقوا مقررين ان انتوا تشتروا ايه. بالنسبة للبلح، في تمر زاري ال2 كيلو ونص ب207 جنيه بدل 238 جنيه، وده شكل العلبة بتاعتها. كمان في الجنيدي، في منه مقاسين، في منه مقاس صغير تقريبا 700 جرام، وفي منه علبة كبيرة دي تقريبا 2 كيلو او 2 كيلو ونص. هقول لكم دلوقتي اوزانهم بالظبط والاسعار، بس هو في منه نوعين، والبلحية بتاعته شكلها ما شاء الله حلو. يعني قربت لكم الكاميرا على الصورة علشان تشوفوها. ال 700 جرام فيه 60 جنيه، وال 1400 جرام ب 120 جنيه. في انواع طبعا بلح كتير، حاولت اصور لكم يعني اكبر قدر منها. بالنسبه للطحان، عامل برضو عرض العبوتين ال 700 جرام مع بعض كده، حاطينهم في كيس واحد، ده عرض على بعض. والطحان برضو البلح بتاعه معروف، في برضو ما شاء الله منه كميات. ده واحده وعليها واحده ب110 جنيه الاتنين مع بعض. بالنسبة كمان للعلب الصغيرة دي، برضو تمور زاري عاملين علبة صغيرة وزنها 700 جرام تقريبا، ودي سعرها 60 جنيه بدل 67 جنيه. هقول لكم برضو شوية تمور تانيين. ده نوع اسمه تمور تسالي، وده شكل البلحية كده من جوه. حاولت اجيبها لكم، هي مش باينة قوي طبعا لان هم عاملين فتحة صغيرة قوي. وده 1600 جرام ب86 جنيه، وده كده شكل العبوة. في طبعا علب كبيرة، في 5 كيلو وفي 10 كيلو. دي زين، ده 5 كيلو، وده شكل العبوة من جوه أو شكل البلح. ودي وزنها 5 كيلو، عبوات كبيرة، ودي ب320 جنيه. البلحية برضو حلوة مش وحشة. كمان في تمور القصيم، العلب الكبيرة دي اللي هي بتبقى وزنها 3 كيلو. طبعا القصيم ناس كتير قوي بتحب تجيبه، يعني هو موجود في هايبر، وده شكل
البلح من جوه. وسعر العبوة دي 375 جنيه اللي هي 3 كيلو. مش هطول عليكم، واستنوني في الفيديو التاني بتاع الرز والمكرونات وأسعار.